واحنا من خلال برنامجنا منارة الثقافة بنتناول فيه قضية الوعي للمواطن، ان احنا دايما نبث للمواطن الوعي، يبقى على دراية بكافة الاحداث اللي بتدور حواليه، كافة المناسبات اللي هي بتكون موجودة عنده، يعني بنحكي للمواطن الحكاية. فنستأذن من حضرتك ان انت تحكي للمواطن حكاية المسار العائلة المقدسة. زي ما حضرتك قلت مسار العائلة المقدسة، وان بابا الفاتيكان اعتمد ذلك المسار. يعتبر المسار ده مسار روحاني، حج روحاني لمسلم ومسيحي وكل اطياف الديانات الاخرى على مستوى العالم كله، مش مصر بس لوحدها. لكن مصر ربنا كرمها ان المسار ده يكون عندها مصر محفوظة الى يوم الدين. اتولد السيد المسيح، وفي احداث الميلاد حصلت بعض الاحداث احنا اتكلمنا عليها كتير. السبب الرئيسي فيها ان الملك هيرودوس كان ميلاد السيد المسيح كان هيهدد عرشه، فطلب ربنا سبحانه وتعالى خاطب الملاك وطلب منه ان هو قم وخذ الصبي واذهب به الى ارض مصر، او اهرب به الى ارض مصر الى ان ياتيك مني خبر اليقين. وبذلك اصبحت الرحله موجهه الى ارض مصر. تجول السيد المسيح في ربوع مصر ابتداء من البوابه الشماليه اللي هي من رفح والعريش، فرما، تل بسطة، إلى نزوحهم إلى الدلتا متمثلة في مدينة سمنود، ومن مدينة سمنود إلى مدينة سخا إلى محافظة البحيرة. وبعد كده اتجهوا إلى مدينة الجيزة، منطقة المطرية، شجرة مريم اللي كلنا عارفينها وعارفين البركة اللي بتحل في داخل المكان. واتجهوا إلى قلب القاهرة إلى منطقة حارة زويلة اللي بتوجد فيها كنيسة بتعرف باسم كنيسة العذراء، والكنيسة دي بيوجد فيه تحت منها اكتشفوا الفترة الأخيرة بير المية. زي ما قلنا قبل كده إن مسار رحلة العائلة المقدسة ارتبط بالماء، ومعروف إن الماء أساس سر الحياة في كل شيء. بعد كده اتجهوا لمنطقة مصر القديمة مجمع الأديان في كنيسة سيرجيوس، مكثوا فيها بعض من الوقت في المغارة اللي هي موجودة تحت الكنيسة. وبعد كده اتجهوا إلى صعيد مصر عن طريق كنيسة المعدية أو المعادي، فهي عرفت بالمعدية إن هي المكان اللي عبروا منه عن طريق نهر النيل لصعيد مصر إلى المنيا، جبل الطير أو جبل الجرانوس.